في أعلى جبال الأطلس، في أماكن حتى الخرايط بتتجنبها، أماكن اتقال عليها ملعونة، لأن اللي بيروحها يا إما بيرجع ممسوس أو ما بيرجعش خالص. هناك وسط الصخور والتلج بيقولوا إن في باب لعالم تاني، باب مش مصنوع من خشب أو حديد، لكن من خوفك نفسه. ورا الباب في كيان ما بيتكلمش إلا لو ناوي ياخدك، ملك الجن وقاضي ممالكهم، وهو شمهروش. وما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك رحلة ورا الحيطة. من مئات السنين المغاربة كانوا بيحكوا حكايات عن شيخ ضخم، لحيته بيضة زي التلج وعيونه جمر ملتهب، نص الأول بشري والنص التاني شيء مخلوق من حاجة ما يعرفهاش بشر. بيحكم بين الجن بنفسه، وبيقدر يغير مصير بني آدم بكلمة واحدة. قصره حسب الأساطير محفور جوه بطن جبل، جدرانه من ذهب وفضة، ومكتوب عليها آيات قرآنية، وأرضه من عظم اللي دخلوا وما رجعوش، وسماها مليانة بالغربان. المكان ما ينفعش تدخله بقرارك، هو اللي بيختارك، ولما يختارك كل حاجة بتتغير. على بعد 50 كيلومتر بين مراكش وفاس في مقام قديم، البعض بيقولوا إنه ضريح شمهروش نفسه. الناس وهي في طريقها للمقام بيكون المشوار صعب جدا عليهم، لأن مفيش وسائل مواصلات تقدر توصلهم لهناك. وعلى الرغم من كده، إلا إن المرعب أكتر إنك بمجرد ما بتقرب هتلاقي سرب كبير من الغربان، اللي ناس كتير بتعتقد إن اللي ساكن أرواحهم هم الجن. الناس بتيجي من كل مكان، اللي جاي يطلب شفا من مرض مفيش له دواء، واللي جاي يفك سحر أسود مسه، واللي جاي ينتقم من عدوه بأسلوب مفيهوش رحمة. فبييجوا الأرض شمهروش يساعدهم ويحل مشاكلهم، لأنه في نظرهم ده أعلى سلطة للجن، والمكان ده أكبر محكمة للجن على الأرض. الناس اللي عايزة تيجي المقام شمهروش بيحاولوا يكونوا محاوطينه بتقديس كبير وخصوصية لدينه، لأن كتير من السياح الأجانب اللي جالهم فضول إنهم يروحوا ويكتشفوا ويعملوا زيارة لقوا نفسهم قدام لوحة مكتوب عليها بالعربي والفرنساوي بتقول خاص بالمسلمين، فأي شخص مش مسلم فهو ممنوع من دخول المقام. الليل هناك ما يشبهش أي ليل، البرد بيخترق العظم حتى لو كنت في عز الصيف، والصوت بيلف حوالين ودنك وما تعرفش مصدره، والطقوس بتكون مخيفة جدا. دم حيوانات بيغرق التراب، بخور اسود بيتصاعد زي دخان حريق، وحتى الشموع اللي بيشغلوها في المقام صبغت معظم الصخور باللون الاسود، وانهم يولعوا الشموع ده بالنسبة لهم بيغير حياة الانسان للافضل. في حين ان في صخور تانية بتتصبغ باللون الاحمر لما بيبقى في ناس تانية بتقدم قرابين جابوها معاهم على الذبح الموجود قريب من قبة شمهروش، علشان يطلبوا انه يحل قضاياهم مع الجن اللي ساكنين جسمهم، بهدف انه يخرج منهم ويحل النزاعات. ولما الطقوس والقرابين ما تجيبش نتيجة بيتجهوا انه يتم عقد محكمة الجن كحل اخير، والناس اللي دخلت المقام بتأكد ان الشخص المصاب بمس من الجن بيصاب بالصرع وبيقع على الارض بمجرد دخوله المحكمة. ومش بس كده، ده الجن اللي جواه بيتكلم بداله، بالإضافة إن الجو وقتها بيتأثر بالمحكمة، والمناخ بيكون استثنائي، وبيتقال إن الرعد والبرق بيصاحب تعاقد المحكمة حتى لو كانت الحرارة بره بتتجاوز 45. وفي القرن الماضي كان في تاجر فضة غني في مراكش، جشعه خلاه يسيب أهله ويمشي للجبل علشان يقابل شمهروش ويطلب منه رزق أكبر. اختفى يومين، ولما رجع كان شايل صندوق صغير مقفول بقفل ذهبي بنقوش محدش فهمها، وفي شهور قليلة بقى أغنى تاجر في السوق. لكن في ليلة شتوية بيته اتحرق بالكامل، الناس لقوا جثة من غير راس
والصندوق اختفى للأبد. واللي حصل بعد كده كان أغرب. في قرية جبلية، بنت كان فرحها بعد أيام. الليلة الأخيرة شافت حلم في شيخ أبيض اللحية بيقول لها تعالي الوقت جه. الصبح اختفت. بعد أيام لقوا فستان الفرح مرمي على صخرة جنب المقام ومتغرق بدم دافي. الغريب إن البحر بعيد بعد مسافة أيام من المكان. وعشان كده الشيوخ بيحذروا من استدعى الجن صار عبدا له. لكن الباحثين بيقولوا إن المقام مكان مقدس من قبل الإسلام، وإن الأسطورة انعكاس لخوف شعبي متوارث. مهما قالوا القصص بتكبر والناس لسه بتيجي، حتى لو رجعوا وهم بيقسموا إنهم شافوا عيون زي جمر في الضلمة. في ناس كتير رجعوا من المقام أحياء بس مش زي ما كانوا. واحد منهم اسمه الحاج عبد السلام، كان راجل عادي بيروح ويجي من السوق، بس بعد زيارة واحدة ما عادش بينطق ولا كلمة. كل اللي بيعمله إنه يقعد بالساعات قدام باب بيته، عينه متعلقة في الفراغ كأنه بيستنى إشارة. وجارته بتحكي إنها كانت بتعدي من قدامه سمعته بيهمس بكلمة واحدة، اسم اتكتب. من يومها اختفى، لا سفر ولا جنازة ولا حتى قبر. بس كل ليلة جمعة أهل الحي بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت خطواته ومعاها صوت شيخ بيضحك ضحكة باردة. اللي يدخل محكمة شمهروش ما بيخرجش منها زي ما دخل، لأن الحكم مش مجرد كلمة، الحكم عقد. اسمك بيتكتب وروحك بتتقيد. بيقولوا إنه في آخر الليل لما بيتقفل الدفتر بيتقري اسم واحد جديد. اللي اسمه يتقال بيختفي من الدنيا دي. ممكن يبان للناس إنه مات، لكن في الحقيقة هو اتنقل لمحكمة تانية جوه الجبل وسط أرواح تانية بتستنى دورها. في كل جلسة في كرسي فاضي، الكرسي ده بيتحجز لواحد مننا. والليلة وأنا بكلمكم الكرسي اتحجز بالفعل. لو حسيت إنك مش لوحدك، لو في همسة بتناديك دلوقتي باسمك، ما تجاوبش، لأنك لو جاوبت خلاص بقيت شاهد، والشاهد بيتحول لمدان. ودلوقتي وفي اللحظة دي المحكمة انعقدت والقاضي رفع عينه عليك. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.